انا بروح لدكتور نفساني وده السبب الوحيد اللي بيخليني ما بخلفش. الفنان احمد فهمي بيكشف اسرار وكواليس عن حياته الشخصية بعد طلاقه من الفنانة هنا الزاهد. كلام كتير قال وصدم الناس، يا ترى قال ايه؟ قال الفنان احمد فهمي انه بيعاني من اضطرابات قلق، وكمان بيروح لدكتور نفساني علشان ياخد العلاج لانه بيحس بتعب في معدته طول الوقت، وده بسبب كتر الأدوية اللي هو بياخدها اللي بيكتبله عليها الدكتور النفساني. وكشف كمان عن سبب تأخره في الإنجاب رغم مروره ب3 زيجات. وقال أحمد فهمي إن الأطفال أخطر شيء يمكن التعامل معهم. الطفولة أهم مرحلة في حياة الإنسان، وخاصة من سن 10 سنين. أي حاجة بتحصل لك في السن ده بيبقى زي خربوش في جسمك، مش هيتغير، علشان كده تلاقيني متأخر في الخلفة، لأن التعامل مع الطفل ده أخطر حاجة ممكنة. وقال في حاجات سلبية حصلت في طفولتي لكن دلوقتي فهمتها كويس. كل شخص فينا جواه طفل لازم يعرف يتعامل معاه. ووصف احمد فهمي طفولته بكلمة واحدة: لا تراجع ولا استسلام. وقال ان هو يمكن يسكن في منطقة شعبية وكان بيروح مدرسة مميزة، علشان كده خلق لنفسه شخصية تتماشى مع كل الفروق والعقليات. وقال كمان ان اصعب حاجتين في طفولته هما الحب المشروط والمقارنة بغيره من الاطفال. كمان كشف الفنان أحمد فهمي كواليس طلاق والده اللي وقع في بداية مرحلة شبابه. وخلال لقائه قال إنه شهد على عقد طلاق والديه وهو عنده 19 سنة. وقال بابايا صاحبي جدا وأمي ست عفرك كتير، وعقد طلاق أبويا وأمي ماضي عليه وأنا عندي 19 سنة. وكلمة ما تخربش البيت بشوفها دي كلمة جهلة جدا، لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال أحسن ما يكون الطفل بين أبين مش بيحترموا بعض وعلى طول في مشاكل في البيت. وكانت الفنانة هنا الزاهد أعلنت طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد جواز استمر 4 سنين، وكل واحد فيهم انفصل عن التاني. وأعلنت هنا الزاهد انفصالها خلال الأيام اللي فاتت، ومحدش فيهم كشف عن السبب لغاية دلوقتي. وناس كتير بتقول إن هي كانت مسيطرة في البيت شوية وحاولت توقع بين الأخين اللي هو كريم وأحمد فهمي، بس هو قرر ينفصل عنها ويبتعد ويعيش حياته عادي. هنا الزاهد اتغيرت شخصيتها كتير بعد طلاقها من الفنان احمد فهمي، وقررت ان هي تقرب من ربنا اكتر وتزور بيته، وكانت واقفة قدام الكعبة وابتدى ان ربنا يعوضها ويكتب لها كل خير.